السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة حلويات وأطباق بسمة. اليوم راح نديرو بيتزا بزاف بنينة بمقادير بسيطة. نروحو لطريقة التحضير. نحتاجو 2 كيسان تاع الفرينة. لازم تغربلو الفرينة تاعكم. هنا بعد ما غربت الفرينة تاعي نضيف عليها ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز وملعقة السكر. نخلط المكونات كامل مع بعضهم ونضيف عليها حبة تاع البيض. في هذه المرحلة البنات لازم هذيك الحبة تاع البيض ندخلها بيان كوميلفو في هذيك الفرينة باش تجينا البيتزا تاعنا طرية. ونزيد نضيف عليهم 3 ملاعق تاع الزيت يكونوا كبار. هنا نبدا نطم في العجينه تاعي باستخدام الحليب تاعكم لازم يكون دافي. وكي تبداو تطموا فيها لازم تخلوا العجينه تاعكم طريه ما تيبسوهاش باش تجي البيتزا تاعكم مليحه. في هذه المرحلة البنات بعد ما دلكت العجينة تاعي طميتها دلكتها شوية وش ندير نضيف عليها ملعقة تاع الملح ما نضيفوش مع الاول. كي نكملوا نطموا العجينة تاعنا نضيفوا هذاك الملح ونكمل نعجن العجينة تاعي حتى تتشكل عندي عجينة ملساء بهذا الشكل. بعد ما دلكت العجينة تاعي نخليها ترتاح مدة 20 دقيقة ونعاود نولي ليها. بعد ما خليت العجينة تاعي ترتاح نروح نخدم لاصوص طوماط. نحتاج فيها كمية من الطماطم تاع الحب. نحتاج فيها زعترة وكمية من الثوم على حسب الكمية اللي عندكم. نحكم كسرونة نبدأ نقطع في الطوماطيش تاعي. نكمل كامل الكمية اللي عندي ونزيد نسكرفج عليها سنينات تاع الثوم ونضيف القليل من الزيت 1 المغرف ولا 2 مغارف تاع الزيت. ونزيد نضيف عليهم الفلفل الكحل والملح ونديرهم فوق النار يطيبوا. بعد ذلك البنات واش ندير كي نشوف هذيك لاصوص طوماطيش تاعي هذيك بدات تطيب نزيد نضيف عليهم 2 كيسان تاع الماء. هنا البنات راهي خمرت البيتزا تاعي. هنايا راني درت 2 عجنات. العجنة الوحدة دير لكم 3 خبزات ماكسيموم 3 خبزات. هنا الدجاج تاعي قطعته صدر تاع الدجاج قطعته ولا واش هو متوفر عندكم قطعته درت له الخل وشوية زيت والملح والفلفل الكحل وقليته في المقلة
ونحتاج كمية من الطرشي قطعتها دوائر، والزيتون والفخوماج. هذه لاصوص طوماط تاعي بعد ما طابت درتها في لاشواغ ورحيتها. اللي ما عندهاش تقدر تسكرفج الطوماطيش تاعها عادي، ودير لها الثوم وطيبها نورمال في المقله، واللي عندها ديرها في لاشواغ. بعد ما فتحت العجينة تاعي درت لها لاصوص طوماط وصدر تاع الدجاج، والزيتون وهذاك الطرشي اللي قطعته لي غوندال، والفخوماج من الفوق درتها طيب من التحت، من بعد طيبتها من الفوق. ان شاء الله تكون هذه الوصفة نالت اعجابكم. يعني هذه البيتزا ننصحكم بها، تجي بزاف بنينة البنات. ان شاء الله تجربوها وتدعموني بجيم واشتراك بالقناة فضلا وليس امرا.